ما أجمل العبادة على علم وفقه، ما أجمل أن يعمل العامل لله جل وعلا أي عبادة في السر والعلن ظاهرا وباطنا، لكن على علم وفقه ودراية من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجمل الركعات على علم أيها الناس، وما أجمل السجدات على علم سجد على 7 أعظم. ما أجمل هذا والله، ما أجمل أن العبد يتعبد لله جل وعلا على علم وعلى بصيرة وعلى دراية وعلى علم من الله جل وعلا. جاء بالصحيحين من حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث: من لم يرد الله به خير جعله جاهلا، جعله سبهللا. ويا حسرة أيها الناس، ويا حسرة وندامة من أناس يرى عليهم أنهم تعلموا وأنهم في الكليات والجامعات والدراسات النظامية أشكالهم هيبة، منظرهم حلو جميل، لكنهم إذا قلت لهم ما معنى لا إله إلا الله لا يعرفون شيئا عن هذه الكلمة العظيمة التي خلقهم الله جل وعلا لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما دريت ما معنى لا إله إلا الله، ما تعلمت هذه الكلمة في صغرك ولا في شبابك ولا في دراستك. ويا لله ويا لله، كم تمر سنوات طويلة على أناس يصلون لهم 10 سنوات أو أكثر، بعضهم 15 سنة، ما تفوته تكبيرة الإحرام بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكنك إذا قلت له: يا فلان أرني صلاتك من تكبيرك إلى سلامك، تجد الزيادات ما الله بها عليم، تجد الاستحسانات بصلاته. يقول: لي سنوات على هذه الصلاة، لي سنوات وأنا أصلي، وإذا سجدت قرأت سورة الفاتحة مرة أخرى. قلنا له: هلا تعلمت؟ هلا سألت أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أجمل العبادة على علم، ما أجمل العبادة على علم.